عندنا تشيلسي في اشاعات كتير ان ممكن صلاح يروح تشيلسي، ودي طبعا وجهة نظر بالنسبه لي ان ممكن محمد صلاح يكون حابب يزود السكور بتاعه في الدوري الانجليزي اكتر، ان هو بدل ما هو مثلا الرابع او الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين ممكن يكون الثاني او الاول، ممكن يعدي ألان شيرر عادي. ممكن فعلا صلاح يروح نادي تشيلسي، خاصة إن نادي تشيلسي بيعتمد على الشباب. نادي تشيلسي عنده كله شباب، ممكن هو يحتاج عناصر خبرة إن هو يقود الشباب دي ويكون القائد بتاعهم في أرض الملعب. بس طبعا هم عندهم لاعب في نفس مركز صلاح، هو الموهبة البرازيلية ستيفاو. طبعا تشيلسي مش عبيط إن هو يجيب لعيب عنده 18 سنة اللي هو ستيفاو ويجيب محمد صلاح عليه ويقعد ستيفاو دكة صلاح. طبعا ده لا، هو مش شايفين ستيفاو ده مشروع ليهم في المستقبل، خصوصا كمان ان حال نادي تشيلسي ما يسرش من ساعه لما مشوا انزو ماريسكا، او حتى لما بعد انزو ماريسكا اصلا معاهم بعد ما كسب برشلونه وابقى عمال يخسر ويتعادل، وحاجه غريبه بصراحه. والمدرب اللي هو جايبينه ده جابوا مدرب هطل بكل الاسامي اللي هم بيجيبوها وكل الملايين اللي هم رايحين يجيبوا مدرب زي ده. فطبعا انتقال محمد صلاح نادي تشيلسي هو اضعف واحد فيهم